وزي ما الاهلي عودنا في المحافل العالميه لازم يقدم لك نص شوط ما يقدملكش البطوله كلها، مستحيل. الاهلي بيخسر من بالميراس 2-0 في مباراه في مزبله التاريخ، يعني اقل حاجه في مزبله التاريخ. الاهلي النهارده صفر بمعنى الكلمه، مفيش ولا هجمه على الجون، مفيش. اللعيبه ما بتلعبش كوره، اللعيبه بتباصي بتطلع الكوره بره، كل حاجه غلط، كل حاجه زفت، مش فاهم في ايه. النهارده الاهلي سيء بمعنى الكلمه. لعيبه الاهلي اثبتت ان هي لعيبه محليه ولعيبه اخرها افريقيا. على المستوى العالمي ما تاخدش منها بطوله، تاخد منها شوط، تاخد منها ماتش، لكن تاخد منها بطوله مستحيل. اللعيبه ركبها بتخبط في بعضها، مش قادره تقف على رجليها، اللياقه البدنيه زي الزفت. ادوك الشوط الاول كويس جدا برغم ان ما كانش فيه هجمات، الشوط الثاني وقعوا حاجه زي الزفت، كل حاجه غلط، كل حاجه بايظه. بالميراس لعب على غلطه، على غلطه عندك جاب منها جونين. الكرات الثابته، اللعيبه مش عارفه تقف كرات ثابته، هوب واحده جون، الثانيه جون، خلصوا الماتش. تعمل انت ايه بقى؟ المفروض ترد، تبدا تهاجم، تفتح الملعب، تظبط الدنيا. لا، ولا كانك خسران ولا اي اندهاش. ماشي عادي، مفيش اي مشكله. عمال تبدا من بره تباصي، مش عارف تعمل هجمه. الاهلي بيلعب برجل مقطوعه زي ما بيقولوا، مفيش جناح يمين، مش عارف ايه المشكله. دخل فيك جون، دخل فيك التاني، غير بقى، غير. فين ديانج؟ ديانج فين؟ الناس تسال ديانج. ديانج عنده مشكله؟ طيب لا، ما عندوش. طب المدرب مش عارفه؟ عماد النحاس ما بيقولوش ليه؟ ديانج موجود. ديانج لو نزل حمدي فتحي وقع بدنيا. ديانج قوي، يقدر يغطي المساحات الكبيره. ديانج في اول 3 4 متر بيعمل لك سبرنت يفرق معاك، يقدر يخليك تروح بالكره اكتر، تتطور. ليه ما نزلتش بن شرقي 10 وخليت وسام ابو علي زي ما هو، ولعبت زيزو طرف يمين وتريزيجيه طرف شمال، واضغط بقى بكل اوراق؟ انت خسران، واحد زي اتنين زي تلاته. لكن ايه اللي الاهلي بيعمله ده؟ لعيبه زي الزفت، مستوى سيء، لعيبه بركبها بتخبط في بعضها، لعيبه مش عارفه تباصي، بتباصي الكره بتطلعها بره، كل حاجه غلط، كل حاجه زفت. مش فاهم انا ايه ده. هو احنا مفيش بطوله نلعبها لاخر البطوله؟ لازم تدينا ماتش وخلاص؟ تكسب الاتحاد تخسر بعديها، تكسب الهلال تخسر بعديها، حتى بالميراث اللي كان جايلك بفريق 35 سنه ومارسيلو مش عارف مين لعيب بتبطل، ما عرفتش تكسبه. انتر ميامي اللي زي الزفت بورتو غسله وكسبان 1-0 في اول 10 دقايق وحاطط عليه، مش عارف تكسبه، مش عارف تكسب بالميراث، مش عارف تكسب اي الماتش اللي مش عارف تكسبها. انت تعمل لي ماتش وبارك الله في مرزق. مش فاهم اللعيبه داخله تحتفل بنفسها. يا جدعان انتوا بتحرقوا دمنا، انتوا بتحرقوا دمنا بجد. مش فاهم في ايه. العبوا كوره، في وراكم 100,000 واحد بيشجعوا، 100 مليون واحد بيشجعوكوا عايزينكم تكسبوا، مش رايحين نعمل بطوله مشرفه، مش بتلعبوا للشو. خسرتوا الاوتيل قدام بالميراس بسبب الشو، بسبب قدام انتر ميامي بسبب الشو. لعيب عايز اللقطه ويجيب ضربه جزاء، ولعيب رايح انفراد عمال يتبرجل الكره تحت رجليه عايز يجيب جون، اللعيبه كلها راح لاي حد بيروح هوب يروح شايط عايز يجيب جون. في ايه يا جدعان؟ في ايه يا جدعان؟ انتوا بتفككوا من قصه بقى البطوله 11 قدام 11. الموضوع سهل، انتوا 11 لاعب وهم 11 لاعب، انت نلعب كوره. رتمك لو لعبت 5 دقايق رتم سريع، مش قادر. في ايه؟ انتوا فريق كبير، انتوا بتمثلوا افريقيا. هي دي الكره الافريقيه؟ هو ده النادي الاهلي اللي طالعين بالقلعه ومستنيين؟ عليتوا طموحنا وقعدنا نقول هيعملوا في البطوله وهيكسروا الدنيا وهيفشخوا الواقع، دخلتوا فشختوا انتوا، ما فشختوش الواقع. جايب لك بن رمضان وجايب لك زيزو وجايب لك تريزيجيه وجايب وانتوا لعيبه كسر اصلا، و50 مليون و100 مليون وكل واحد عايز يقبض له قد كده وهو اصلا مش قادر يجري. لعيبه ركبها بتخبط في بعضها، مش عارفين تلعبوا كوره، مش قادرين تجاروا بالميراث. امال انت لو صعدت وقابلت باريس سان جيرمان هتعمل ايه؟ هتترصوا ال 11 لعيب على الجون؟ مش فاهم في ايه يا جدعان، في ايه يا جدعان؟ مش عارفين تلعبوا كوره ليه؟ بتاخدوا انتوا حياتكم فيها ايه غير الكوره؟ حياتك فيها ايه غير التمرين؟ مش قادر تجري ليه؟ مش قادر تلعب رتم مباراه بنفس المباراه واحده، مش قادر تلعبها بنفس الريتم ليه؟ ايه اللي عندك ايه مشكله؟ هتقول لي اصل الاجواء والدنيا والحكايه والظروف، ما هي اللعيبه اللي قدامك بتلعب في نفس الاجواء والدنيا والظروف. الهلال السعودي لعب في نفس الاجواء والدنيا والظروف قدام ريال مدريد وتعادل 1-1. اي نعم كل اللعيبه اوروبيين بس الهلال اتعادل 1-1. انتوا بقى المشكله عندكم انتوا مش عند حد تاني.
انتوا اللي داخلين شايفينهم ان هم ريتم اعلى منكم، وان انتوا لو خسرتوا ما عندناش اي مشكله، فبتلعبوا بقى باستهتار، بتلعبوا برعونه بمرقعه. اللعيب كل واحد عايز ياخد الجول، هو بيطلع بس البطوله دي ان هو جايب جون، ان هو جايب جونين، ان هو عامل مش عارف ايه، لكن انت رايح تلعب بطوله عشان تلعب عليها؟ لا. داخل في دماغك ريتم ان انا لا لازم اكسب، ان انا ند بند ولازم العب كوره. لا مفيش. مش فاهم انا، حتى وانت خسران انا ما حسيتش باي فرق، ما حسيتش ان اللعيبه عندها حميه ان هي عايز تكسب. ما حسيتش. ما حسيتش ان المدرب واخد انطباع النادي الاهلي ان هو عايز يكسب. واحد زي 4 زي 5، اضغط بقى. المباراه وقفت، طب انتوا هتنزلوا بقى الشوط التاني تعملوا لا نازلين ولا اي نداء. اتفضل يا حبيبي خد يا بابا، اتفضل يا حبيبي خد يا بابا، مفيش اي هجمات، مفيش اي حاجه، انتوا مريحين، مش مهم 2 احسن من اي. ايه ده؟ ايه ده؟ هو ده النادي الاهلي؟ هو ده اللي احنا كنا مستنيينه في كاس العالم وقاعدين نحضر لكاس العالم ومش مهم اي حاجه، المهم كاس العالم، مش مهم نخسر، المهم كاس العالم، مش مهم نروح مش عارف فين، المهم كاس العالم، نجيب فلان عشان كاس العالم، نجيب علان عشان كاس العالم. تقدر تقول لي الصفقات اللي انت عملتها والفلوس اللي انت عملتها فرقت معاك في ايه؟ ما هو نفس اللي بيحصل كل سنه في كاس العالم، لا جديد يذكر ولا شيء يعاد. عملت انت ايه بقى؟ ما عملتش اي حاجه. اقول لي انت بقى هتقابل بورتو ازاي؟ بورتو بقى قوي بدنيا، بورتو قوي في الالتحامات، بورتو عنده مهاجم قوي جدا، بورتو عنده لعيب قوي جدا، بورتو منظم، بورتو فريق جامد، فريق جامد جامد تكتيكيا جامد. هتعمل انت معاه ايه؟ ولا هتعمل معاه اي حاجه، وهتنزل تشيل قبح ومعلش وسلام عليكم وعليكم السلام، خسرت يلا باي، انا مروح، انا رحت انا جيت، اللي هو على راي عمرو دياب، على رايح فين انا راجع تاني. انت مجرد ما رحت امريكا اتصورت شويه وعملت الشو والقصه وفلوس، ارجع بقى يلا. مش مهم الجماهير اللي بتيجي الاستاد، مش مهم اللي قاعد بيتفرج عليك وبيتحرق دمه، مش مهم اي حاجه، المهم ان انا خلاص انا زي الفل، انا عملت اللي انا عايزه بس. حاجه تحرق الدم، اقسم بالله لعيبه ما عندهاش نقطه دم، والله لعيبه ما عندها بجنيه دم، لعيبه اشباه لعيبه ما ينفعش تقال عليهم لعيبه. هاتوا ده والمصحف الواحد محروق دمه جامد، الواحد كان مستني حتى يعني عارف انت لو خسرت ولعبت ما كانش واحد هيتحرق دمه زي كده، لكن انت لا لعبت وخسرت، انت عملت كل حاجه غلط. انتظرونا بقى الفيديو الجاي عشان هنعمل تحليل قوي، هنوريك ليه الاهلي رتمه بيقع، وليه الاهلي مش قادر يكسب في المباريات دي، وليه الاهلي شكله كان وحش، هنوريك كل حاجه بالتفصيل عشان تبقى فاهم ايه اللي بيحصل. سلام.